بهذا الشكل النضالي من اجل يعني ادانه العمليات ديال الاغتيال المباشره والغير المباشره التي يتعرض لها خيرة ابناء هذا الوطن يعني الجريح، يعني الذي ننعي من خلاله شهيد اخر ينضاف الى قائمه شهداء قضيه البطاله، الا وهو الشهيد عبد الوهاب. بطبيعه الحال احد الاطر العليا اللي كانوا معتصمين يعني في الرباط من اجل المطالبه يعني بحقهم الطبيعي والمشروع في التوظيف المباشر. هذوك اللي كانوا يعني صبوا البنزين على رؤوسهم لم تكن نيتهم احراق انفسهم. ما كاينش شي واحد في الدنيا غيبغي يحرق راسو ولا غيبغي يتخلص من الحياه ديالو الا اذا كان مخبولا يعني او مريضا. وبالتالي هاد الناس كانوا فقط يهددون من اجل يعني رغيف الخبز، الا انه كما شرط المقاربه ديال النظام كانت مقاربه اخرى اللي هي المقاربه ديال التضحيه بارواح المواطنين بدل الاستجابه يعني المطالب ديالهم مشروعه.